وهي 4 شهور صلاة العيدين العدة وتراويح وصلاة الرجل بجملة وشعبان وأول صلاة العيدين العدة وهي سنة مؤكدة صادرة السنة وشعار من شعائر الدين لعظمة نظرة أو الاقتصاد وينبغي الإبرار أن يراعي فيها عدة وزير 7 أمور لها الأنصار والأول التكبير ثلاثا حين تكبير ابن سلمة سقط هناك ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون حينئذ يفتتح بالتكبير الواحد كل ليلة توفيق في دوبة ترسولي إلى شروع في صلاة العيد إذا دعوة كارخاج تكبير وفي العيد الثاني 4 خلوات يفتتح التكبير واحد بشكور عقب الصبح صول الأربع يوم عرفة عرفة بري إلى آخر النهار هل إلى آخر الشبكات يوم 13 بين حبر أسبوع الله بعد ألم وهذا أكمل الأقاويل قول التوبة الكامل السابق ويكبر عقب الصلوات المفروضة في شرط دعوة سأرغل التكبير وعقب النوافل سنة الله سأرغل وهو التكبير عقب الفرائض في شرط سأرغل آكاد الدولة الخاصة الثاني كيس أنفو إذا أصبح يوم العيد لبن صول زوجته ليغتسل وصله ويتزين جكبيرا ويتطيب بزوجه كما ذكرنا في الجمعة سيهم بشبعته والرداء والعمامة والأفضل للرجال تختار شعمرة في درجة النساء وليجنب السريانتي شبكة عقبرة أو حريرة رأي والعجائز بقنا بعد عقبرة وليجنب السريان أو حريرة والعجائز بقنا بعد التغيين التغيين عقبرة عند خروج درجة النساء ويتجنب مش قادر تصير ذلك يتجنب السجن لازم لي بارس فيش تقنع خبر أو حرائر الطريق والعجائز من دعا خبر والتضيين الجبري عند الخروج درجة النساء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج العواني من يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بولان وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج العواتق يستدر أسفار بالأول وذوات الخضور من البعث السبع عواتق من البرخ الله أول الرقمة هو الخضور ده جاي فقط قواني بالسوش قواني ده عواتق الملف جديد سيف متفسخ ها جديد سيف صلوات صلت بيش مشت الرابع والمستحب سنة الخروج إلى الصحراء الله اشترط نسل إلا بمكة وبيت المقدس مكة لغاية المقدس بعد وإن كان يوم مطر زوج رجال فلا بأس بالصلاة في المسجد من اشتداه
için zor olur. ويجوز أصبر في يوم الصحب كموت بارزيرا أي أمر الإمام إمام خارباني رجل يصلي بالضعفة ضعفة ذهب وتستلمات النجم ويخرج سترا بالأخير صاحبتي مبكرين صار مكبرين بس. الله أكبر يقول أو لغشتره الخامس يراعي الوقت وقته ووقت صلاة العيد إذا ذهب زمنه ما بين طلوع الشمس ظاهر بطن البصر إلى زوال هارباج ووقت ذهب زمنه لضحايا أرضا ما بين ارتفاع الشمس ظاهر أقبل البصر بقدر كفر الفصلة قدر ورقة الركعة وقدر وخطبتين إلى آخر يوم الثالث عشر من آخر الشهر ويستحب سنة تعجيل صلاة الضحى قربة والحارضة لأجل ذهب بالإسفانتا وتأخير صلاة الفجر ضبطنا ذهب عنتنا لأجل تفريق صدقة الفجر وذهب صدق الله. قبل ذهب الصلاة هذه سنة رسول الله وسنة صلى الله عليه وسلم. والصادق ورقة مناظر كيفية الصلاة ذهب الفجر ويخرج الناس أدب طرق المكبرين التكبير في الطريق ويزيد وإذا بلغ الإمام إمام والي مصلى ذهب بسم الله لم يجلس كائرا ولم يتنفل سنة نهائرا ويقطع الناس أدب تنتأشي وأتنفل سنة نبينا وللناس التنفل سبب. والوضم تصنفهم برسلان ويقطع شيء يكون قرص. عاصم البصر وللناس وللناس قدم تصوير التنفل سنة ثانية ثم ينادي مناد تمت الصلاة جامعة ويصلي الإمام إمام دعوة بهم شجر ركعتين كلك يكبر في الأولى خمس التكبير سوى تكبيرة الإحرام إحرام التكبيرة قواتي والركوع ركوع وتكبيرة قواتي 7 تكبيرة وارها تكبيرة يقول صيبك بين كل تكبيرة هارك التكبيرة الأولى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويقول للطلع وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عقب تكبيرة الافتتاح وتكبيرة السعادة ويؤخر استعاذة الأزعف أعوذ بالله إلى ما وراء ثامنة كهستة في الأرض ويقرأ سورة قاف سورة ربوشة في الأولى هفس كاتب بعد الفاتحة أعرب سارة واقتربت ربوشة في الثانية كيس كاتب والتكبيرات الزائدة إمسك تكبيرة في الثانية كيس كاتب إمسك 5 شهر سوى تكبيرتي القيام والركوع والتكبيرة الأهل وبين كل تكبيرتين هارك التكبيرة والرمى البيت وذكرنا مشان صارت حاسبها مشان ثم يخطب خطبتين كخطبتين بينهما شعور وغربية بشي خمسة ومن الفاتحة سنة الصلاة وعيد دعوة والفتح قوسين قضاء سنة شبه والصلاة بارس من أصفر ويضحي بكبش كيهش العروان بين السبيل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين كالكهة الأمر بكبشين مفرد بس. وذبح بيده وذبح بيده اسم الله جل وعلا سبحان وقال بسم الله والله أكبر وقال بسم الله والله أكبر هذا يشحني نوزل الصبي وعمن إلي وظلم يضحي أرضا حبته من أمة كل أمة حبته وقال صلى الله عليه وسلم من رأى هلال دين حجة لباط الكبارة وأراد أن يضحي أرضا بين الصديقان فلا يأخذ من شعر اسم الغزوة كمس ولا من أظفار اسم النكوة وتشيء كمس قال أبو أيوب نبوي الأنصاري كان الرجل يضحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنت الأرمان وبلي بالشاة مازكين عن أهل بيت اسم البالقاء ويأكلون في البالقاء البكل ويطعمون فارق أسربتهم وراس نسبيت أن يأكل من الضحية 4 أكس بعد 3 أيام من حبل وللأربعة فما فاق تربح كواب
وردت في سنة الرخصة وقت بعد النهي عن سنة النهي والعادة سنة الله يعني اسمه ذهب يقول بعد نقول وقال سفيان الثوري ينظر به يستحب سنة بلو أيصلي بعد عيد الفطر 12 ركعة من ركعة سنة بلو وبعد عيد الأضحى صار 6 ركعات ولقى وقال هو من السنة سنة الوقت الثانية قياس من السنة حاطط تكرار التراويح لدائما وصل وهي 20 ركعة وركعة وكيفية شو مشهورة صلي وهي سنة مؤكدة غير السنة صلي وإن كانت دون وعيدين كالعيد جبوت الزبير واختلاف الخلاف في أن الجماعة فيها سنة الجماعة أفضل درقسي أم الانفراد ثالثا درقسي وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تراب فيها ذهب ليلة كالد بتراب أو 3 حاضر للجماعة جماعة ثم لم يخرج تراب وقال أخاف أن توجب عليك مشك شردني ورق ليلة وجمع عمر رضي الله عنه عمر سعنا بكتب أن صدمتي عليها ترى من دهبتي في الجماعة تزيد دهبتي حيث أمن من الوجوب تشبتش والسيطرة في انقطاع الوحي أفضل بينش وحي الضشب فقيل إن الجماعة أفضل ضرق لفعل عمر رضي الله عنه عمر بوريسبان ولأن الاجتماع سهنا بكني بركة سهل وله سنس فضيلته وقدش لسهنا بالدليل الفرائض شرطه ودليل ولأنه ربما يقصد أعظم مكار في الانفراد سيقنزي وينشأ صغيرة بلر عند مشاهدة الجمع أدم شبه وقيل الانفراد أفضل صيدا بالقصر لأن هذه السنة ليست من الشعائر خلط على متن الودان كالعيدان كالعيدة ذهب الغنى فإلحاق مصر أباقني بصلاة الضحى ظهر ذهبتي وتحية المسجد نجد خربا ذهبتي أو لا يصح جماعة أقل ولم تشرع فيها تقتضي الجماعة شرعا وقد جرت العادة عادة وقت بأن يدخل المسجد نجد بطن جماعة مع بار ثم لم يصل تحية حضرت في الجماعة في تحية الدرجة البار ولقول إطبق غير بأن صلى الله عليه وسلم فضل صلاة التطوع سنة ذهب القدش في بيت اسم الخير في على صلاته في المسجد نجد في سنة وجه كفضل صلاة المكتوبة تشارك ذهب القدش ونصر في المسجد نجد على صلاته في البيت الخير تشارك دانش أنا على درجة كل بير سنة تسأل عن الأخير شيء عكس سنة قائد الخص وروي ضرب أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا اشترى ذهب أفضل ضغط من 100 صلاة داشل ذهب في غير صحيح من المساجد نجد وصلاة في المسجد الحرام ذهب أفضل ضغط من 1000 صلاة في مسجدي دل نجد ذهب وأفضل من ذلك اختبت القصر كله رجل يصلي في زاوية بيت اسمه قاعة الأرداء وفي ركعتين كلك لا يعلمهما إلا الله عز وجل الله عز وجل وهذا حاجة قبلت لأن الرياء شبهني والتصنع أكبرني ربما يتطرق إلى سنة الشلاباني في الجامع أدبتسي ويأمر سيئمن منه رياء إذا في الواحدة سيدة شسي فهذا ما قيل في سنة البوليس والمصدر شبه أن الجماعة أفضل كما رأى عمر الشباب رضي الله عنه فإن بعض النوافل تفتح سنة قد شرعت فيها الجماعة كعبري وهذا اشتهى جادر لا يقصد بأن يكون من الشعائر التي إذا تعامت نظر تظهر صدق السؤال دي طالما وأما الالتفات إلى الرياء هاركني في الجامع قدم ثاني بل وقص الأعظم وقنشر في الانفراد صيفنا حاسب دم عدو عن مقصود النظر
في فاضلة الجمع قدم توضر قدش هاري نزوات لورسين من حيث إنه جمعت بين حصر وكان قائل صديق السير صنصائي يقول الصلاة خير من تركها بالكسل أعظم كل ده بلبطن تجيب ده بلبطن أحسن بالكل والإخلاص ومبرن خير أحسن من الرياء صديق تطوها تتكون دون Har işte o anlamda var ne? والمفروض المسألة نشان لا إبرة في من يرزق يثق بنفسه نشاح اشترها بالحسن أنه لا يكسر لو انفرد فيقال أعظم هاي ولا يرى رياء بالحسن لو حضر جماعة جوابا فأيهما أفضل الله إخلاص Şimdi kasel فيدور النظر فكري أو ذكر بين بركة الجمع وبركة الغربة وبين مزيد قوة الإخلاص إخلاص الصائم سبيل الغربة وهذا القابل كمان بيننا في الوقت الصيفنا فيجوز أصبر أن يكون في تفضيل أحد مشروط صدر قبين زبيرة دور قبين زب أو آخرين تلشك تردد الوسط ومما يستحب قنوت في الوتر ومما يستحب سنة بالصوت أو قنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان الأرغس kalmak kaldı. أما صلاة رجب ذهب فقد روي بإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صيبين قال ما من أحد صلى يصوم أول خميس سويس خميس ذهب ودرس من رجب وزبني ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة مرة القاتل وذهب ودرس 12 ركعة بين ركعة يفصل بين كل ركعتين يرجع ورباع بالتسليمة تصومت يقرأ في كل ركعة ركعة بفاتحة الكتاب أو مرة هجة وإنا أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات حينا وقل هو الله أحد في 12 مرة بين كلنا فإذا فرغ من صلاة ركعتنا صلى علي 70 مرة وأحسن صلوات ربك يقول بكل اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد سجدة برولي ويقول في سجده سجدة برولي 70 مرة وأحسن سبوح قدوس رب كل ملائكة والروح ثم يرفع رأسه أحفظ ويقول 70 مرة وأحسن يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما قال إنك أنت العزيز ثم يسجد سجدة أخرى سجدة برولي ويقول فيها مثل ما قال في سجدة الأولى هفظ ذكر اسم شويكم ثم يسأل حاجة من حاجة تلت براني في سجوده من سجده فإنها تقضى من حاجته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد هذه الصلاة اشتهر وصلنا الخير إلا غفر الله له نسأل الله يبسل جميع ذنوب سنتعلق بنوني ولو كانت سردية ولا مثل زبد البحر وكل قصة وعدد الرمل وملغاء صدا ووزن الجبال وورق الأشجار فوق كفر صدا ويشفع يوم القيامة وبالشفعة روير في 700 من أهل بيت اسم قاول وذاك شتم لمن التزم قد استوجب النار صار شيء كل شفاعة اللي سجدوا ده هو كل أرض ده كل ديره له وإذا فرغت يعني Söyle. فإذا بدأ خطة نو نداول سنة ما هو آخر شكاو خطة داول كهذا كله فهذه صلاة مستحبة سنة الكعبة والصلاة وإنما أوردنا نشان سركبت في هذا القسم قسم ذي لأنها تتكرر بتكرر السنين تسمى التكرار دي تشيل تكرار دي كان سرقة وإن كانت رتبة وشو درجة لا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيد تشيل هذا كيف سبب لأن هذه الصلاة تجتهد نقلها العهد سطب النقل ولكن من رأيت شبر أهل قرص أهل بأجمعهم بلقي يواظبون على يفتهد الشبل ولا يسمعون بالتركية بصر في العناد وتشارب فأحبط سنة الدور إلى ذاتها
وأما صلاة شعبان بهذا خلال في الخامس عشر من سنة قدوة مشورة تلسة يصلي 100 ركعة درشة كافر كل ركعتين هارك الكاف بالتسليمات تصونك يقرأ في كل ركعة الزوج بعد الفاتحة قل هو الله أحد 11 مرة من السورين وإن شاء ذكرني صلى 10 ركعات ويتوقع نرتله يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة 100 مرة قل هو الله أحد وجه فهذا أيضا مروي في جملة الصلوات تهب تدبر كان صلاة البيض يصلون هذه الصلاة تهب الظل ويسمونها صلاة الخير أحتش تهب الأذر ويجتمعون فيها سنة الأشرة بالكل وربما صلوها جماعة من الكفر روي عن الحسن البصري بأنه صوين قال حدثني 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة اشتد بالمفتاح والغرب نظر الله إليه الله سنحاردا 70 نظرة كما يحصل هارد نجي وقضى الله إحوى بكل نظرة حار هارد نجي 70 حاجة يحصل هارد أبنها بألا بيشتس حاجة أو مغفرة منورون قال قسم الرابع قسم من النوافل سنة مزبطة ما يتعلق بأسباب عارضة كذا تحصل تصبح الصلاة ولا يتعلق بالمواقف فخاص على إصباح الوصف ويحتاج 9 جمعة صلاة الخصوف والكسوف ظاهر والكسوف ندهرها والاستسقاء زبط والدمنة وتحية المسجد نيش قلبا وركعة الوضوء تتكلكت وركعتين بين الآذان والإقامة أكثر عما طول الكلكة وركعتين عند الخروج من المنزل قايوة راس من شعير والدخول فيه قايوة من شعير ونظائر ذلك تتمشبه هل نذكر منها شذوة هم شهر ما يحضرنا الآن مش الغنى أذكر الله عز قال أولى صلاة القصوف أعمال اسمه كسوف شمس معرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آياتان كالعلامة من آيات الله أو العلامة نزلت لا يخصفان سردود حتى لموت أحد فور بيرتنس ولا لحياة مثل الناس فإذا رأيتم ذلك بص الشبه فافزعوا إلى ذكر الله الله هنوش نشقلبت والصلاة قال ذلك إخبر لما مات ولده إبراهيم صلى الله عليه وسلم سنة إبراهيم يبكي وكسفت الشمس ظهر البطن فقال الناس أدبتني إنما كسفت لموته إبراهيم يبكي قال ذلك والنظر في كيفية الكسف هرقني ووقتها زمن ذي الرسول أما كيفية تقدير السكوت فإذا كسفت الشمس ظهر البطن في وقت الصلاة في وقت ذي الصلاة فيه مكروه سنة الدهر والكرة وقت البطن أو غير مكروه كرة سعنسي نودي التمدر الصلاة جامعة التمدر شكر والبطن وصلى الإمام نبي الناس أدبت في الدهر والبر في المسجد ميش بركعتين كالكع وركع في كل ركعة ركوعين هركع ركعة كذب أوائلهما إلى ركوع وقصائصهما أطول وقت من أواخرهما ألف فركعون تعرف الشكر صابر كيف الحابل ومن ولا يجهر ذوق هذا فيقرأ في الأولى هفز من قيام ركعة الأولى ثلاث كفل هفز ومزيد أو فاتحة وسوى بقرة وفي الثاني سورة الفاتحة وسوى عمران وفي الثالث حالة الفاتحة وسورة النساء وفي الرابعة أول الفاتحة وسورة المائدة الرجل ومقدار ذلك قراءة من القرآن نزلت من حيث أراد سنة بسم الله ولو يقتصر على الفاتحة تشقان في كل قيام هار قيام زي بسطن أو هم بطرني وأجزاء سنة أباضي أقاص ولو يقتصر على سور إسار قاط سورة نشقان فلا بأس خبر ضرورة ومقصود التطويل بقام برني مراد دوام الصلاة إلى الإنجيل معرفة قاشنا وذهب الدان معرفة قاشنا ويصبح في الركوع الأول صاب الركوع التصفيح بالله
قدر 100 آية 11 آية وأكثر، وفي الثاني كيس قدر 80 كهسل آية وأكثر، وفي الثالث حبس قدر 70 وحس أكثر، وفي الرابع هوس قدر 50 شوط أكثر. وليكن السجود سجد بها على قدر الركوع قدر حسب في كل ركعة هكذا. ثم يخطب خطبة كخطبة بعد الصلاة ذهب سارة بينهما شهور غبي جلسة قيمة ويأمر الناس أن تسقر بالصدقة والإحق والتوبة الصدقة التوبة القلب. وكذلك يفعل بخسوف القمر وزوج هذا إلا أنه يجهر فيها إلى تقتبل لأنها ليلية بغير تهوسا. فأما وقت وصل زمن فعند ابتداء الكسوف بالتسبيح بحسب إلى تمام الإنجيل إضافة تمام بها. ويخرج وقت وصل زمن الخبر كيف وقت انتهى أن تغرب الشمس بعد علم كالكاسفة البصر. وتفوت صلاة خسوف القمر بصبص ندعب الكيف وقت ليطلع قرص الشمس باهلة أصفر. إذ يبطل سلطان الله لتجل صعبته بلده بارك البطل سنة سلطان الليل. ولا تفوت بغروب القمر بوز ألم في الكون خاصة بوصل بيوجي بارك هذا في البوز ألم في البوصل فيها لأن الليل كله بلغته سلطان القمر وصل اختيار. فإن انجلى في أثناء الصلاة تهب وزاب فكر قد أتماها تمندر مخاففة كنت. ومن أدرك الركوع الثانية مع الإمام الوقتي بالركوع الأول فقد فاتته تلك الركعة نشوي صار الركوع عسكري بالركوع لأن الأصل هو الركوع الأول. الثانية يستهوى صلاة الاستسقاء ضرب والندهوة. وإذا غارت في الأنهار حصر تغلي وانقطعت الأمطار وزمن قبل البلد أو انهارت قناة ترلي ويستحب للإمام إمام السنة أن يأمر الناس أن تسقر أولا هم بالصيام 3 أيام حوال والدود في القارب. وما إذا أطاق في الأقربة تسجل القابل من الصدقة صدقة البطل. والخروج دربة من القابل من المظالم حقنا البطل والتوبة من المعاصي ولو التوبة من القابل. ثم يخرج بهم تشل وقت رفاني في اليوم الرابع والثالث. وبالعجائز بطنا بتشل واحد وصير لبوش لشتة تشلمون متنظفين مقابلين في ثياب بيدلة تضغط فرطة واستكانة أو عتش فرطة متواضعين أو عتش مستلبين بخلاف العيد خلبرت خلاف لي حتى بعضها الضرر. وقيل يستحب إخراج الدور مثل الدولار نسنة لمشاركة يصدقكم قد اثنبانا في الحاجة صلها ولقول صلى الله عليه وسلم غير عن زمن لولا صبيان نشتت هذا ورضع بحثي ومشايخ ركع وقنا بلا وبهائم ركع دكتا شكمي سلطة يصب عليكم العذاب فشش عذاب كرتي صبا كرتي يفتشوا البابل وقتلوا الوالد ولو خرج أهل ذمة الأفضل تلقى مسلمان طابعين أيضا متميزين خذوا وبابة لم يمنع شرها. فإذا اجتمع في المصلى الواسع ورد دعوة بسم الله أشرك من الصحراء أو قبل نودي الصلاة جامعة للأمة. فصلى بهم الإمام دعوة بالركعتين مثل صلاة العيد دعوة بغير تكبير كان بغير فرق تكبير المسلمين قد يتعلم تكبير أنا بغير فرق ثم يخطب خطبة كالخطبة وبينما شور جلسة الخطبة خمس سكين رجل الخمس وليكن الاستغفار بها معظم الخطبة كالخطبة الخلص منها الاستغفار. وينبغي العبرة في وسط الخطبة الثانية كيس خطبة الله أن يستقبل الناس أدام تشقاق ورني ويستقبل القبلة واحد بإذنه
ويحاول رداء سنتشيو سبورتوا وتشدي باللتر بحثه Vai folgera bara. في هذه الساعة تزيد فرطولة بحثه تفاؤلا كل بتحويل إلى الحال حال غسلين فقد أحد الفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق بذلك ويجعل أعضاء فرطة كدلا أصفر ودلا البيض وما على اليمين بلو شاكس على الشمال الله شاكس وما على الشمال الله شاكس على اليمين بلو شاكس وكذلك إمام مشهور يفعل الناس أدم تنبيه ويدعون في هذه الساعة اشتراك في البلغة سرا يعمل البلغة ثم يستقبل شريب أدم تشوع شويزني ويختم الخطبة تمام بدون ويدعون أرضيتهم شواردهم شلدات محاولة درس قريب كما هي حتى ينزعونها في الكردة متى نضع فيها شو فرطل كردة تصمنا باجي حتى ويقول في الدعاء ذكر اللهم إنك أمرتنا إن شخص قرب بدعائك هذا دعاء بركة ووعدتنا إجابتك هذا جواب المشروع تبعتي فقد دعوناك هالدور كما أمرتنا قرب بعدنا فأجبنا نشب جواب برد كما وعدتنا وعد بربعد اللهم فمن نشش نعمة فمن علينا بمغفرة ما إلو بصل قرفنا نشأتك هنا وإجابتك إن جوابي بالجملة في صحيان نشاء سابزين وسعة أرزاقنا نشاء وسعة أرزاق نشاء ليس هرزا ولا بأس بالدعاء أدبر الصلوات تهب القص أدبت والغبر والغرغة في الأيام الثلاث أصحاب البالسين الله خروجي الله خروج حسن ولهذا الدعاء فالغس آداب وشروط الشكر لباطنة الباطنة من التوبة دارني ورد المظالم حقا شرطتني وغير صارتني وسيأتي ذلك في نسبة عن كتاب الدعوات دعوة من كتاب والثالثة حدث هنا صلاة بجتين تدوت صلاة الجنائز الجنازة الدهرة وكيفية وشوف مشروع صلي وأجمع دعاء مأثور إتبقز وتبقز بعلا دقاقان دقس بلغة ما يصل رؤيا في ساعة ذكر عن عاف بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة اشتهى الدلو فحفظت بهرا من دعاء البلغة والبائد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عن سنة الشبه وأكرم نزله وسيفور ورني نسوار حاطر تشكر قدره ووسع مدخله وسيكار فرس مدهار زبره واغسله بالماء شكل وطل كتاع جميلة والبراطمي وجميلة ونقه من الخطايا خاطبة الأمور كما ينقى الثوب الأبيض سوى فرطهم برسك مشهور من الدنس كارت مجرد وأفضل سنسبر دارا خيرا من دار اسم خالق بحث وأهل خيرا من أهل اسم أهل بحث أهل وزوجا خيرا من زوجه لا زوج رواسر يا زوجا وأدخله الجنة أوجنا سكرحك وعيده من عذاب القبر حاول عذاب تزود ليرسخها ومن عذاب النار حتى قال عقلي تمنيت أن أكون أنا نويا في الكوريا ذلك ما يتكلم بسنة ملو نويا في الكوريا ومن أدرك التكبيرة الثانية هي تكبيرة العوائد فينبغي له أن يراعي ترتيب الصلاة في نفسه دعوة ترتيبها سنة نفسه ويكبر مع تكبيرة الإمام له تكبيرة نشوة تكبيرة له فإذا صلى الإمام لصلى بشر قضى تكبيره تكبيرة تمام الذي فات سنة بيت قوتي كفعل المسوح برواية فإنه لو بادر حرب الكلمة فالتكبيرة لم تبقى للخطوة في ألوة الشهر في هذه التوسل مع المعنى الشهر فالتكبيرة هي الأركان الظاهرة في ظاهر جسم وجبر الوقت بأن تقام فالفجر مقام الركعة ركعة نومنا في صائد الصلوات كون تهوى ركعة نومنا سرش التكبيرة فالتكبيرة هو ألوة الشهر ألوة الشهر فوق يا الإمام شفت تكبيرة أيضا كامل
بادر الإرداء قليل صبري لا فإنه لو بادر التقبيلة الآن مسبق لإركض قليل تقبيلة الصبر ما يقتدى ذلك الرابط حلو ركع نزل بعد يس ركعت سوي هو ركع برا الليل أربعة بادر لما فكرة تشوف هو اللي Takk for den harde hendelsen. فكرة تخلبت كان اللي هو يكفون صريخ مسبوق هاي اللي شلوي اللي هذا مسبوق صيلات ده هو بدنا نفصل والله يكره هذا هو أوجه عند دين شغل البوكس يختاري وإن كان غيره صالح المحتمل من أفضل منه والأخبار حدث من أول في فضل صلاة الجنازة ذهب طرق جدة حدثني وتشييعها جنازة هني بطن جدة مشهورة ولا نطيل بإراده دون شيء بقنها وكيف لا يعظم فضلها صدقة الشمس قالها بيسوع وهي من فرائض الكفايات فالكفاية وجل وإنما تصير النفس والسنة ذكرت في حق المعنى لو هذا السنة لم تتعين على سنتي ما ينهي إلا بحضور غير صار الهو غمين بانتا ما ينهي ما ينهي ثم ينال بها احتويه فضل فرض كيف يطلع كريتي وإن لم يتعين ما ينهي لضرورة فرض خير سنسبيه لأنها بجملتهم تبلغ به نبادا قاموا بما هو فرض كفاية بيرسي بلغا بلغ واسقطوا الحرج عن غير خارج تشبه منارة عشرين فلا يكون ذلك حابرا كنفر سنة لغنا لا يسقط به فرض عن أحد سلج وطرور شبه سنة قناة صلي بارك على بالغ ويستحب طلب كثرة الجماعة الصديق أو سنة تبركا بكثرة الهمم أصلا دفتان شيء ورقة لويس وانتن والأضعية تبوغ من دفتان شيء واجتمالي جمع شبكة وقواتا على ذي دعوة مستجابة جواب بصبغ وغيره لما روى قريب لبوريس وانتن عن ابن عباس روى قريب عن ابن عباس وبوريس أنه مات له سنة ابن دار قريب اللي بوش سنو قريب اللي مرتبط وشتي قريب أصل قريب مصغر ده بيساس مصغر ده الدول دش فقال يا قريب انظر ما اجتمع له من الناس تقصد أدم كان في هذا الحرب فقال فخرجت الدرقون فإذا ناس قد اجتمع له ذهبت أجل فأخبرت سنة وجه فقال تقول بكورهم 4 أوطن قبلهم بالكور أوطن نعم هم بالكور قال أخرجوه درس إليك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكل ما من رجل مسلم يريد رجل آخر يموت أوقسه فيقوم على جنازته سنة جنازة أشهد 40 رجلا أو 3 لا يشركون بالله شيئا الله شريك هاتفته إلا شفعهم الله رزقكم يكبر الله عز وجل في هم طلعوا بالكاس بالقلب والقلب بول صار شنو شو هذا ما درت إمام أحمد أطبخ البرد وإذا شيعوا جنازة هم يقتل جنازة فوصلوا مقابر حرب شوالي أو دخلها اتعدى وقالهم من بهاوتهم قال السلام عليكم أهل هذه الديار أيشتي قول الله حرب الله من المؤمنين والمسلمين خيرتين ويرحم الله المستقدمين منا الله الكثير مثل الغرب تشرع والمستأخرين أرض وإنا إن شاء الله بكم لاحقون شرع أرض
والأول الله ينصرف جانب هني وترشر هاي الصبي حتى يدفن الميت ويلقى هاري فاجر فإذا سوي على الميت كي قبره سنحب هربر له قام عليه التشبيه وقال اللهم عبدك الصيد رد إلى كتشرة توصي فارفع به سنة أوتكبر وارحم أوتكبر اللهم جاء في الأرض وانت أكبر عن جنبه سنة شلبة فرقوف فارفوه به يعني مقام فرقوف به وارحم رئيف وافتح أبواب السماء زخل أنصر بالأوفى لروحي سنة بحث وتقبله منك إن الصيد هدوة هلش على الأول وربي قابل حسن جلس أولا اللهم إن كان محسنا أحتش في رسيال فضاعف له في إحسانه تلك ورا وإن كان مسيئا ليالي فتجاوز عن سنة الشرع الرابعة أوتي صواب اجتماع تضوط تحية المسجد نجد قابنا ركعتان يركع فصاعدا هترين سنة مؤكدة القاعدة حتى إنها لا تصلح شبهة بكل وإن كان الإمام يخطب يوم الجمعة والخطبة اليوم شبهة مع تأكد وجوب الإسراء إلى الخاطبة لها من صار سنة والخمس شبهة وإن اشتغل بفرض شخص مشغول يعني أو قضاء يرى فاعل شخص مشغول يعني تأدى به تجيب الأتحية تدعي والوقت وحصل فرض قدشة كله إذ المقصود مراد بين بعضا أن لا يخلو ابتداء دخول الصيبين اثنين وثبت مستمع عن العبادة الخاصة بالمسجد نجد خاص عبادة الصلاة صيبين اثنين وثبت مستمع قياما بحق المسجد نجد لها كوز خصوان ولهذا البعض أن يكره قرأت أن يدخل المسجد نجد وطني على غير وضوء الدشوان فإن دخل وقر لعبور الشلو خصوان أو جلوس كويس باندن تزل أقل وقت فليقل لك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقولها سنسبر 4 مرات أو لا يقال إنها عدل ركعتين كالكعتين في الفضل الدرقة ومذهب الشافعي مذهب رحمه الله أنه لا تكره تحية ذهب والكره تعبد في أوقات الكراهية كره وزمن تزم لا رسول الله وهي بعد العصر زبسة كره وزمن وبعد الصلاة الله ووقت زوالي ظاهر بوش سبب وقت طلوعي والغروب ظاهر ألا بكل هذا زوال زمن بيش بيهو ترسم زمن بيش زوال زوال تكبيرة تسبيح نية نية كم هذا قاش يعني تعب سوينا لما روي برسمان أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين داري بعد العصر تآره فقيل وصن زيبه أما نهي تنهنش نهي كردك عن هذا الشيء تآره سنة دين الزوجين فقال هما ركعتان يركع كنت أصليهما بعد ظهر هل أسأل ديركتي فشغلني مشغولة عنه مستدر أو وقتا وفهذا فأفاد هذا الحديث حديث الفائدة كيف فائدة غير إحداهما شوطة أن الكراهية كراهة مقصودة على صلاة دهوة قد فريقين لا سبب الله سبب وقت ومن أضعف الأسباب سبب توضع لزعب توصل قضاء النوافل سنة شرع اختلاف العلماء على الخلف كيف أن النوافل سنة دهوة هو تقوى شرع وخلف وإذا فعل مثل ما فات سنة شوية ونسكن برا الهول يكون قضاء شبك نبير الهول وإذا انتفت الكراهية كراهة أقر بأضعف الأسباب بسبب توضع لزعب فالأمر رأس أن تنتفي كراهة أقر بسبب القول المرشد لبين القابل وتلقى الصلاة وهي سبب قوي سنة دهوة وشبك أصبر الله من يشتغل في هذا الوجه
ولذلك لا تكره صلاة الجنازة جنازة الدهب والكرة إذا حضرت جنازة غنبرة ولا صلاة القصر وليست على الدهب والبظبار دفن الكرة في هذه الأوقات كرة وقت مدد لأن الله شوف أصوابا صوت للنظام شو أصوابا مرطور نور الفائدة الثانية كيف فائدة هذا؟ الفائدة الثانية قضاء النوافل سنة شركة مساوية إذ قضى رسول الله شبك نبانا صلى الله عليه وسلم ذلك سنة والله المشابه سفيد وكذا أسوة حسنة جبس قدوة وقالت عائشة بن رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب أثناء النوم فانشد بك أو مرض إسرائيل فلم يقم تلك الليلة وهذا صلى من أول النهار الرجل 12 ركعة يعني بركعتين وقد قال العلماء نقول من كان في صلاة ذهب عدد الجوال ففات أثناء جواب المؤذن من كان في صلاة ذهب زويبني ففاته جواب المؤذن لجواب نشويت قليل وإذا صوم قضى شبه هو أجاب جوابه أكبر إن كان المؤذن قد تقدم وإن كان المؤذن سقط لا كفر ولا معنى وأن هنا معنى غير لقول من إلى الغاية يقول إن ذلك مثل الأول هو سمع السابق وليس يقول شبه هو سبق وضعين صدمت جيش تونسا سنة الشارع كلها مصدر إذا كان قدر بحجر اليوم لما صلى رسول الله للهاري صلى الله عليه وسلم في وقت الكراهة منزل بزهري قال وقت الشارع اليوم لعب صدق كتير لما صمان كان الله نسبير دون سنلويت لبس دعوة وعطش فأعقاه سجرر العام ذلك ويجب أدرن وينبغي الله يرخص لنفسه من الشخص رخصة هبرني في التركيب البطن كنت شعبي والهدر يتداركه إثنى البدعات وفي وقت آخر فريضة مزيد حتى لا تميل نفسه من الشرق وكس إلى الدعاء فرطش والرفاهية كنتش وتداركه أبات حسن على سبيل مجاهدة النفس شرط جهاد بني ونجي مطلق سنة طبيعة وشاقة İş insanı bir diyorlar böyle. Orada gözlüyor, seviyorlar. ولأنه يتوقعين بأن صلى الله عليه وسلم قال أحد الأعمال عمق وبائك إلى الله الله أضوامها دائم سل وينقل خمس بيوم ويقصد به تتشرفة الأخبر أن لا يقدر سيد الله هاتني أغضن هاتني في دوام عمله اسم عمل دائم بيوم وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عبد الله عز وجل عبادة فرد بعبادة ثم تركها إبطر مرة أنصر نبان ما قتله الله عز وجل الله نسيم قال فليحذر من المحكم دشبر أن يدخل تحت وعيد ورح الله هذا الوعيد هذا الوعد مش وعد الله مش وعيد لو كافي محكم يعني وتحقيق هذا الخبر خبر هذا أنه مقت الله تعالى شعر الله نشيم الخصوصي بتركها مرارة أنصر نبان دنبطل قرار المقت الله يمكن هذا والإبعاد آخر ونرى لما سلطت المرارة عليه الله الآخر هذا أنصر هذا والخامسة ركعتان كالكسر بعد الوضوء تسأل المستحبتان سنة لأن الوضوء تطلق قربة أكثر ومقصودها مراد الصورة تهوصر والأحداث عارضة تظل دون الشبشة فربما يدرأ الحدث تظل دون الأغاني قبل صلاة تهوى ورطور حالي مراد دي تهوى والحالي تظل فترة فينتقد الوضوء تظل تحقني ويضيع سعي سنندر مصدق من زي خلق والمبادرة إلى ركعتين الركعة قلبتني استيفاني مقصود الوضوء تظل مراد أرض أسبان قبل فوات أرض أسبان
بالخبر. استيفاء سهل. وعرف ذلك بالحديث بلال. صرفون صرفون. وعرف ذلك الظهور بحديث بلال وحديث إذا قال صلى الله عليه وسلم ابن بانجا دخلت جنة أو جنة تأخذ فرأيت بلالا فيها سنة بلال شيئا فقلت لبلال المسيرة بما سبقتني نرشف سكة الهوية بلال جنة أو جنة فقال بلال لي لا أعرف شيئا من سكة هذا إلا أني نوينها إلا أحدث وضوءا ضد من صدها إلا أصلي عقبه سنة أرضى عشرة كالكامل. يزيد حسن قبل ذلك. يا من الخبر رخصة فعلا رسل من الخبر صار تمام. والسادسة ولدت هنا ركعة عند دخول المنزل حيوانات مشهورة وعند خروج من سنة طرق مشهورة. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من منزلك الحل والطرق فصلي ركعتين كالكثرة يمنعنك هكذا مخرج السوء واستراق الجوع. وإذا دخلت إلى منزلك الحل كالكثرة فصلي ركعتين درا يمنعنك مدخل السوء واستراق الجوع. وفي معنى هذا إيش معنى ذلك كل أمر يقتضي بفسنة الواحد وصار عنه مما الله سنة واقع أصر سنة ديجي لابسره. ولذلك الوانا ورد ركعتان كالركعتان عند إهرام نية الشغل وركعتان كالركعت عند ابتداء السفر بها بالكالك ترسم الطريق وركعتان عند الرجوع من السفر ذات شريب هذا في المسجد نجد قبل دخول البيت قائما قصرا. فكل ذلك مأثور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار صفتنا أكثر. كل يوم يقول الناس يتعبرون مشتغل وكان بعض الصالحين السبعة تدبير إذا أكل بكرة بيت إسبيتري صلى ركعتين كالكثير وإذا شرب شربة الوجز برجل صلى ركعتين. وكذلك في كل أمر يحدث حاصل بالأنفار حتى وبداية الأمور أنفعنا وبعد كل يوم الله أن يتبرك فيها شو بركة بذكر الله الله ونسك عز وجل وهي على 3 مراتب حول درجة الإباحة. بعضها يتكرر مرارا ضخم فكرتك كالأكل والشرب فيبدأ فيها شذوات بسم الله الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال الذي لبع أنصر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر وثالث كيسنا ما لا يكثر تكرره فكر البكرين فهذا السؤال والله مثل واقع خلاص عنه اللبسي كعقد النكاح وعقد وابتداء النصيحة بأهلكني ومشورة بأهلكني. والمستحب فيها سنة أن يستر بحمد الله وحمد الله فيقول المزوج كالولي الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك ابنتي. ويقول القابل بالسربكر الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلت نكاح. وكانت عادة الصحابة وصفت عادة رضي الله عنهم في ابتداء أداء رسالة بركة نباه بالفعل والنصيحة بالفعل ومشورة تقييم التحميل تحمل خبر نبي. والثالثة حبس من ما لا يتكرر كثيرا يمكن تكرر هذه السؤال
وإذا وقع خشب كبكري دائم برس وكان الله سنس واقع خلاص أنفر لبسي كالسفر هنا وشراء دار خالي أصنع هنا جاددة سدسي والإهرام حاجة إهرام هنا وما يجري مجراه يكمل لبشت ويستحب تقديم ركعتان الكعكران سنة عليه خناصر وأدناه بعلو تكس الخروج من المنزل قلوات دراك نروى الدخول إلى سنة وقت فإنه نوع السفر قارب بيشت السفر نوع والصابعة ورسم دعوة صلاة الاستخارة حتى اشتوى قلنا دعوة كالعصر والعصر فمن هم بأمر سعى فوش أخرج سيارة وكان لا يدري عاقبة صنع آخر بول هاي قبل الصبح سنة ولا يعرف أن الخير أحتج في ترك وطن السبيل في الإقدام عليه وطن السبيل والهرمان فقد أمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتان كالكعتان يقرأ في الأولى الفاتحة الكتاب الهم وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية قياس كافر الفاتحة الهم وقل هو الله أحد فإذا فرغ أخر ودعا بالغدر وقال اللهم إني أستخيرك حسبت أحسنك أقدر بعلمك علمك وأستقدرك بقدرتك لأخرج الأحسن أدربني وأسألك من فضلك عظم إثباتي إلى البلد فإنك تقدر أخرج كنصر ولا أقدر بالأخر كلاني وتعلم من بلد ولا أعلم من هبل وأنت علم الغيوب أرخص تنصر اللهم إن كنت تعلم من بلد أن هذا الأمر أصل خير لي نبعث في دين إلى دين ودنياي إلى دنيا وعاقبة في أمر إلى أنصر الآخر وعاجله وأجله عاجل الدنيا تكسد وأجل الآخرة فاقدره لي نفس أطربا وبارك لي نبارك أطربا في سنته ثم يسره لي نفسه مطربا وإن كنت تعلم من بلد لأن هذا الأمر شر لي نوسل في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله واصرفني نتشرب عن سنة وطني واصرف الصبر تشرب عن نوزوطني وقت لي نب أطربا أو خير وقدر لي وقدر لي الخير وأقدرني قبل وقدر لي الخير وقدر لي الخير نبعث أدربا أينما كان سبتنا بيوم إنك على كل شيء قدير رواه جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا نشز أو استخارة أحتشت أوضاني بلقي في الأمور كلها في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن قرأت السورة بلق بعدين بلق كله بيسلم Zuhal iştah harbar direle. Ya. Zuhal iştah tiresürüz. Zuhal için. Zaman alır, mortik. Söyle, tolsa da zaman alır. Karat zamanı değil, şey mortik alır. Mortik alır. Karat. Sen mortik alır. وقال صلى الله عليه وسلم إذا هم عهدكم فصير أفضل بأمر عن صلاته فليصلي ركعتين كالركعة ثم يصلي ثم يسمي الأمر عن صلاته ويدعو بما ذكر من سنهم والله الثامنة كهسة صوبت فيهم صلاة حاجة بعد الصلاة وقال بعض الحكماء الوقر الحكماء من أعطي أربعة لم يمنع أربعة واللي الوقر من أعطي الشكر لم يمنع المزيد ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرات ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب يسر الثامنة كهذه صلاة الحاجة كتابة ومن ذاق على اسمك أو أعظم كثير ومصة حاجة عندكم في صلاة دينكم دين أهوال والدنيا من الدنيا
إلى أمر أنفوتشي تعبر على تنس أغرب أنفوتشي أعظم فليصلي هذه الصلاة اشتهبها. فقد روى عن وهيب بن الوردي أنه قال إن من الدعاء الذي ينبغض البصر لا يرد شرحه أن يصلي العقل 12 ركعة من ركعتين يقرأ في كل ركعة بأم الكتاب أو حمد وآية الكرسي وقل هو الله أحد. فإذا فرغ قد خر ساجدا سجد بالكركر ثم كنس قال سبحان الذي ينص الله أمره لا وصف عزة شبعت الشيخ وقال باسم حكم ربري شبعت الشبعي سبحان الذي تعطف أركز بارس بالمجد شبعت الشيخ وتكرم به شلدور قربي سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اسم العلم حرصك وبايمس سبحان الذي لا ينبغي التصبيح وليس إلا باطنة أسباء هذا الاسم سبحان ذي المن والفضل نعمة وطرقة الشباب سبحان ذي العز والكرم شبه صفات الشباب سبحان ذي الطول نعمة نواه أسألك هاتلت برسل معاقد العز الذكر هذا شبه تشتيم من عرشك العرش ومنتهى رحمة أولك فرقة رتلت برسم من كتابك على كتاب الوزن وباسمك الأعظم هل ترخص أولك وجدك الأعلى هل خلاص شبه تشتيم وكلماتك التامة والعامة التامة هل كلمة التي لا يجاوزهن تجوى شلمها سبيل بر أحسن ولا فاجر بنصر أن تصلي حين صوت وشن تلبس على محمد وعلى آل محمد ثم يقرأ هذا الصوت هذا تلبس لك يوم مسلم لا معصية فيها سنة بناها برسالة ويجاوب سنة جوابك إن شاء الله عز وجل. قال وهيب بلغ المشبك أنه كان يقال له لا تعلموها إخوة مرات أي لسفهائكم شخصات ونزل فيتعاونون في الثالثكم يكفر بها إخوة على معصية الله الله Jag kan bara äta steg av kameran. وقال بعض الحكماء لشبل تبغى تفصيل أنا أقول لك التاسعة تقول شمس من الصلاة التصبيح لدها باصل وهذه الصلاة مأثورة بقصة على وجه منتج ولا تختص بوقت صدق الأعرج قصع به ولا لسبب صوت مرشد طلب الصوت ويستعب سنة أن لا يخلو الأصبع جمع بقصة بقني عنها تعبدت مرة واحدة هجر أو الشهر بقصة بقني مرة هجر فقد روى إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب الله أعطيك هدي شو الله أمنعك فغبر شو الله أحبوك فغبر شو بشيء تفرج إذا أنت حين فعلتها صبرت غفر الله لك أول هتوبك ذنبك على بناء أوله من هبس وآخر أرس عظيمه وحديثه هبس صدبه خطأه وعمده خطر عمده سره وعلانيته جعل سرده تصلي 4 ركعات أول سجود تقرأ في كل ركعة فاتحة كتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة تتأخر في أول ركعة وأنت إلى قائم طفل أو هكذا فرعي تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة مشرين ثم تركع ركوعك فتقولها سبحان الله ثم ترفع من السجود وتأخر فتقولها بجد جالسا قليل 10 مثل ثم تسجد قيل سجد فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع من السجود وتأخر فتقولها 10 لبريد وذلك 75 بأخر في كل ركعة هكذا تفعل ذلك في 4 ركعات أو نيت التدريب إن استطعت أخر بطل أن تصليها صدرت في كل يوم مرة 4 درهم فافعل برا
وإن لم تفعل ضرها برضو ففي كل جمعة مرة فجمع بين مرتين وإن لم تفعل هذا ففي كل شهر مرة وإن لم تفعل هذا ففي سنة مرة دوس زبط وفي رواية وصحة رواية الذي أنه يقول لك في أول الصلاة ذهب بعد الوصي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ثم يصبح 15 تسبيحة الطرق قبل قراءة الشرح قراءة الأرض و10 بعد قراءة الأرض وباقي كون كما سبق فرعت عن 10 قواعد سجدة الوتر ولا يصبح بعد السجود الأخير إذا سجد الأخير في هذه قاعدة قليلة ذهب نظر شدوى الغوب الكلام وهذا هو الأحسن جبل الصحيح وهو اختيار ابن المبارك جبل الصحيح والمجموع من الروايتين إلى رواية الداخلي 300 تسبيحة عبد التسبيحة فإن صلاها نهارا حرل درالي فبالتسليمات واحدة تصامت جلد أولها وإن صلاها غير دليل درالي فبالتسليمات إكثر من 10 جبل إذ ورد بطن بأن صلاة الليل مثنى إكثر وصلت إلى ذلك وإن زاد بعد التصبيح إبتغرالي تصبيح أري أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهو حسن صحيح فقد ورد ذلك إطلاق في بعض الروايات روايتنا فهذه الصلوات مأثورة تشتي يتفضل الكتاب ولا يستحب شيء من هذه النوافل سنة نظرتك سنة تعبير في الأوقات المكروهة كرهت وقت نظر سنة تعبير إلى تحية المسجد أمس وما أوردنا من شمس الكبس ما أخذت العنسة يصاب بعد تحية السعر من ركعة الوضوء صبر ورق وصلاة الصفا والذهب والخروج من المنزل قال والتراب من والاستخارة فهو اختلاف خيرا لأن النهي مؤقت تعصر فهو سنة عين لأن النهي مؤقت تعصر وهذه أسباب السبب ضعيفة ضعف سبب سنة فلا تبلغ درجة الخصوص والاستسقاء والتحية درجة المشتغلة وقد رأيت بعض المتصوفة سبع سكر الجبر يصلي في الأوقات المكروهة كرهت وقت نظر ركعتي الوضوء تذكر كثير وهو في غاية البعد جبل القصر لأن الوضوء لا يكون سببا لصلاة تهوى سبب ذكرني ولصلاة تهوى سبب الوضوء تهوى سبب ذكر فينبغي أن يتوضأ تزلطني ليصلي تهوى برسالة لا أنه سنة يصلي تهوى ذرولاني لأنه توضأ تزلطني بهندن تهوى ذرولاني وكل مختص يريد أن يصلي في يريد أن يصلي في وقت الكراهية كرهة وقت تهوى برسالة فلا سبيل واسم السنة كرهة إلا أن يتوضأ تزلط الناس ويصلي تهوى الناس فلا يبقى للكراهية كرهة بالنسبة معنى قولنا ولا ينبغي أن يوم ركعتي الوضوء فلا يبقى قولا للكراهية بالنسبة معنى قولنا ولا ينبغي أن ينوي ركعتي الوضوء ضدك التحش نية ولا يحبر كما ينوي ركعتي تحية فلاتش نية برعته بل هطر إذا توضأ تزلطرني صلى ركعتين تطوعا سنة الكثير كي لا يتعطى وضوء سنة تزلط ساق قسبانتا كما كان يفعله بلال بن سعيد تزلط ذهب وتركها فهو تطوع محض عن سنة صبي يقع عقب الوضوء تزلط قاشفه وحديث بلال بن الحديث لم يدور حريف على أن الوضوء تصل سبب تهوى ظن السبب ذكر والحريف ستهوى تتسع تهوى والناس تصل تهوى السبب بثنا شو الحريف فالقصف سبب بثور عدل وتحية حتى يوني سنية ربا اسم ركعت الوضوء تصل كركعت البيت كلها فيستحيل وقت بلال أن ينوي أصلا بصلاة
ذهب شيء الوضوء تزج أصبرس بالدش كله ذهب وتزج الصبر تالي تزج ذهب الصبر شغل صلاة الصبح أصلا واليوم بقى أيام ويا بالوضوء شيء الصلاة ذهب الشخص وكيف ينتظم سلسا بالدش كسر أي يقول في وضوء سنة تزوجني أتوضأ للصلاة لذهب الصلاة درس وفي صلاة إسنا ذهب زيرا يقول أصلي لوضوئي تزول درها ذهب اشتري وضوئي تزول راندا تشتري وضوئي بالها ترمان إن أرادتك أن يحرص وضوءه سنلا تزول قرار ورس من التعقيل غير كون عن التعقيل في وقت الكراهية ووقت زي ولينوي أصبر قضاء الشبه إن كان يجوز أصبر أن يكون في ذمته قضاء لبربيس أصبر يعني صلاة تطرق إلى سنة خلال نقصا دشبه في القوم تهرب لسبب من الأسباب تبصر فإن قضاء الصلوات في أوقات الكراهية وقفنا بالذهب اختلف غير مكروه كره يعني فأما نية التطوع سنة عفوا فلا وجه الله تسمعه العاشرة بيتسفن في النهي في أوقات الكراهية كراهة ووقت النهي والنزول مهمات ثلاثة حول مصادر على أحدها الثالثة التوقي من مضاهاة عبادة الشمس بارحس عبادة فرنتشي بشوية نزوات المحكمة ينصر والثاني كيس الاحتراز من انتشار الشياطين شيطان انتي نزوات محكمة ينصر قال صلى الله عليه وسلم ابن بانتا إن الشمس لا تطلع تبصر ومعها في نشبة قرن شيطان مكفين وإذا أعطاني أبقر قارنها مكفين وإذا ارتفعت أحبال فارقها بعد الكذب وطو أدراك مالي سكر فإن استوت زقوا إلى الثلث بالكلب قارنها أجر مكفين وإذا زلت قاربوا كارمي هاربوا إلى فارقها بعد الكذب وإذا تضيقت للغروب على بيت أبقر قارنها مكفين ضيفت أنا تضيفت تضيفت عم بيرسل عم بيرسل قارنا باكر فإذا غربت على بكر فارقها شيطين نعم والنهي يغرب عن الصلاة وبكر وفي هذه الأوقات إشباق فنزل ونهى إطلاق النهي يغرب عن الصلاة في هذه الأوقات ونبه شباب دشبر في سنة العوى إلا في سنة الهباء نربر والثالث هذا كنا مهمة أن السالك في طريق الآخرة بالنسبة بالخمسة لا يزالون شباب يعني واظبون على الصلاة وتشبه في جميع الأوقات لذا مقتضي والمواظبة تشيدني على يمكن واحد سهو من الإبادة نزوتني يورث المال عن صلاة من العبد ومهما منع منها جزء مشتركة ساعة خمس زمن زاد النشاط من غير انتقال وانبعث في الدواعي كتير صبر واحد والإنسان إنسان حريص كل قصي على ما يلقي منع من سنة شرر الشاطر كل قصي سكين زمن قدر كرات كار نشاطين ففي تعطيل هذه الأوقات زمن قدر وتنزل زيادة تحريض في تأهيل النبي وحث هلال النخل وبعث على انتظار وقت كبقى حرق قصارات في القصر وشر النخل فخصصت هذه الأوقات ثم خاصة بالتصبيح والاستغفار حذرا من الموالي بالمداومة دهب السلطان من نزوة عنصر نزوة محكمة وتفرجا الرباح بالانتقال من نوع أبدا الصنع إزواد إلى نوع آخر اسمه وفي الاستقرار كما شبه النزيب والاستقرار والنزيب وضغط ونشاط بيروين لا تطلع وفي الاستمرار دائما النزيب على شيء واحد تصل استثقال ذات بعقل الله ومرار آخر ولذا في البعض بعد الأسباب لم تكن الصلاة بهذا الحديث سجودا مجردا سجدة من هذه الشان
ولا ركوعا مجردا ركوع حبيب ولا قياما مجردا قيام تشخص حبيب مباركم بعدنا. بل رتبت العبادة إنسانة تحت الأعمال المختلفة من أعمال مختلفة الرجل عام التدرج وأذكار المتباينة دابة ست التدرج رجل ذكرت فإن القلب أوكي يدرك أبير من كل عمل هار عمل يزبط منهما التدرج لغة جديدة صدس لغة عند الانتقال إلى إصال العمل الشرع وضين الشغل ولو واظب على شيء واحد تصل تشكى بذلك لتصار إلى سنة المرء عفوا قوله فإذا كانت هذه أمورا مهمة نعرف عفوا ذلك الناهي والنزول عن إطلاق أوقات الكراهة وأوقات الشيء فإذا فإذا إلهالي كانت هذه أمورا مهمة دبل حرف عفوا في الناهي والنزول عن إطلاق أوقات الكراهة وأوقات الشيء إلى غير ذلك عن تشبيك من أسرار أخرى صار السر به ليس في قوة البشر أدم وأخذ وقرأ الاطلاع على الشوائب الله لأرض الدافع والله ورسول أعلم بها تسير التبلد وهذه المهمات اجتهادات سيكون لا تترك توقعتا إلا بأسباب مهمة في شعر الخاطر دبل فاحسب خاطر حرف مثل قضاء الصلوات دهب وشرحنا هنا وصلاة الاستسقاء الزبط وطلنا دهب وهو القصر فيه وأدبار الدخين وتحية المسجد الخاطر مهم سمي مهم فأما ما إلي الضعف عنها إنت بعتك كيف فلا ينبغي لا إحبرر أن يصادم به نشبلي شيء مقصود النهي ومراد الشعب هذا هو أوجه بصر عند النشوشون والله أعلم رضي الله الله لكم وما عاملين وقل يا رب العملين شاهد السلاح شاهد الصوت على اللوق يعني وقبل بورس خلقات بورس هنا بس رسول الله عليه الصلاة أصحاب فيها اللي صاد الله صغر إلا خبر صاد أصحاب صغر كل خبر ما هو بقى وفاء كملerde نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى بكم شيء إذا أخذت كلمة عبدي ضمنت له الجنة إذا الله قال لا سنستعلم ذكر ورسفتين قال له هليك شيء ضمنت له الجنة أو جنة تسير تسنوني إيش سنة فرق فأنت أصعد تيسس كبارته تشدي على سقور ديوتي مش هدي أرسل وتيجي من الكلام صور هاي اللي جنود أرها أهل يديروا كل وسم أصحاب رسول الله رشيف تدور خراب يبتي طبعا شفت سامون ولا ولي شو حركته دور خداشيس إنهم صابوا يدير الأذن Visse svailvois. Här ordnar tjackosolle halasaan tuosavan. Jos on imaitsentu iravollaansa. Vakavuuteen. Se här halvalutti kun olet vaturokkolkolle. Jos on kuppudet sa dorokot vikulu sa vidvakun. Halat vuoliivira. Jos on iman on gol del bishoy sa dorokot. Tuqal kuppudet del bishoy sa dorokot vikulu. حسن البصري قال إذا رجال شاهد كل شيء دعوة تقول البنا خرطوم كور سلي أوجن أنثى ورسول هذا شو جانا ذي دوبرتر تقبل كله تماشى
Ama şey tam o sırada. Vallahi da teçi yol bir keser mesela. Böyle bir keser mesela. Zamana devam. Bak. Diğer minutlar. Gal minut munlar mı kıtmaz? Tamam. Gal minut. Hadi kalır karışa birisi.